السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. معاكم أسماء علي. لو بتسمعوني أول مرة يشرفني جدا متابعتكم. النهاردة بقى هنفتح على أكبر كمية فسيخ عملناها. دي تاني مرة نعمل فيها الفسيخ، زي ما قلت لكم ان انا كنت عاملاهم لحد قال لي عليهم اعمله لهم مخصوص يعني، واللي متابعني عارف ان انا عملته بناء على طلب حد. فتعالوا بقى نشوف النتيجة ان شاء الله. ان شاء الله النتيجة حلوة جدا. انا عامة مصورة الفيديو ده من يوم ما فتحت عليه، وكنت ناوية انزله بس للأسف حصل ظروف عندي ما قدرتش ان انا انزل الفيديو ده. بس انا وعدتكم ان انا انزل الفيديو واوريكم النتيجة، فان شاء الله النتيجة هتعجبكم. شايفين هو باين من بره خالص، شايفين انا بضغط عليه طري جدا. والميه اللي فيه دي يا جماعه ما تقلقوش، طبعا احنا حاطين ملح على شطه، فالميه دي حمرا حمرا عشان كده، مش دم يعني ولا حاجه. والميه دي ما تقلقوش، الميه دي اصلا دي ميه بتحافظ عليه. طبعا احنا كل كام يوم كنا بنقلبه بحيث ان الميه توصل لكل سمكه عشان يتحدق كويس جدا. شايفين النتيجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك، ربنا يبارك لاصحابه يا رب، اللهم بارك. طرية جدا وجميلة وبسم الله ما شاء الله يعني. طبعا انا كنت حاطة فيهم 2 للبيت تبعنا يخصونا احنا يعني، لان زي ما انتوا عارفين ان احنا مفيش حد هنا بياكل الفسيخ غيري انا. فانا قلت كمان انا حطيت معاهم كمان عشان افتح لكم واشوف النتيجة وتشوفوا النتيجة عاملة ازاي. السمكة طرية جدا ما شاء الله. هنبدأ بقى ننضفه مع بعض كويس جدا. طبعا انا المرة اللي فاتت بما انها كانت اول مرة انا انضف الفسيخ وانا اعمله، فانا كنت فاتحاه من ظهره، فطبيعي معظم الناس بقى اللي بتعمل فسيخ وعارفة قالوا لي لا ده بيتفتح من بطنه. فالمرة دي بقى قصدت ان انا انضفه معاكم برضو عشان تعرفوا ان انا نفتحه مع بعض صح يعني. بدأت اقشره كويس جدا كده. انا اسفة جدا على المنظر بس ده اللي بيحصل يعني، ودي الحقيقة. نضفه كويس جدا، والتانية برضو كذلك. شايفين طريقة ازاي ما شاء الله زبدة. خلاص بقى ممنوع فسيخ بقى، رمضان جاي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. هننضف السمكة دي برضو بنفس الطريقة. انا قلت زي ما عملته معاكم لازم ان انا افتح عليه معاكم برضو. نضفت كويس جدا كده، وهشيل بقى كل الحاجات دي وهنقله برضو على الطبق. هبدأ بقى ان انا افتح من البطن بقى المرة دي. يا رب ما اكونش عملت حاجة غلط تاني. طبعا قبل ما تقعدي تاكلي او اي حاجة لازم تنضفيه كويس جدا، حتى الشكل العام وانتي بتاكلي كده يبقى كويس. شيل السلسلة بتاعة الظهر كده. طبعا انا اي حاجة باخدها برميها في الباسكت بتاع الزبالة على طول. بنضف بقى اي حاجة في البطن كده مش نظيفة، وبنطلع بطنه وكل حاجة. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. ونفتح التانية برضو كده.
انا اسفه لو في صوت جنبي لان في فرح جنبنا هنا، فطبعا مشغلين اغاني وكده. انا بحاول ان انا اسيطر او ابعد عن الصوت على قد ما اقدر. شايفين ما شاء الله سايح بيطلع معايا بسهوله جدا، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكله؟ بحاول اقرب لكم الكاميرا منه. شايفين ما شاء الله؟ الف هنا وشفا يا رب على اللي كله.